ها هو ذا منذ الآن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون ايه؟ يختطفونه. يعني مين اللي هيقدر يخطف الملكوت؟ ها لم هو ذا منذ الآن ملكوت السماوات يغصب، هيتاخد مش بسهولة، والغاصبون يختطفونه، يعني مش بالساهل. ملكوت السماوات مش بالساهل. دي معناها ايه؟ معناها ان تالت مفتاح اسمه مفتاح نقاوة القلب او الجهاد الروحي في نقاوة القلب. ان في حاجات جوانا لازم تتغير. لازم طول عمري احاول بكل قوتي انظف قلبي. جهاد ضد الذات. مين فينا ما عندهوش ذات؟ كلنا عندنا ذات. طب تصوري مثلا ايه؟ واحده دست على رجلك، دست على رجلك، فانت بتقول لها اي، تقول لك حصل ايه؟ قلت لها انت دوسي على رجلي. قلت لك مش اخر الدنيا يعني، بلاش سهوكه وبلاش حساسيه ملهاش لازمه. ايه يعني دوست على رجلك؟ دبحتك بالسكين على الاي اللي انت قلتيها دي، يعني بدل ما تقول لك انا اسفه اديتك فوق دماغك. ممكن احساسك بالمراره ناحيتها كل ما تشوفيها في القداس يبقى قد ايه؟ 30 سنه على الاقل، لغايه لما حد فيكم يتنيح. يعني اللي يسبق على السما التاني هينسى. نفضل شايلين ومش ناسيين ان عارفين فلانه دي مره دست على رجلي وقلت لها مش عارفه هتديتهم لي فوق دماغي ودخلت تتناول. بتتناول ايه دي بس؟ يعني عايز اقول ان احنا كلنا جوانا إدانة، وجوانا شر، وجوانا قلب مش عارف يغفر، وجوانا قلب مش عارف يسامح، وجوانا قلب مش عارف. انا لو ممكن اتأثر شوية بس، لو انا بصلي وبتوب كل يوم هقول يا رب سامحني وسامحها والموضوع خلص خلاص. لكن انا بشيل. ازاي واحد يكون شايل ويخش السماء؟ ازاي واحد يكون مش ناسي ويخش السماء؟ لا، ما اقدرش اضحك عليكم، لان هو قلبه وضوح كده، ان لم تغفروا لن يغفر لكم. فبقت مش اوبشن، ده بقى خلاص شرط اكيد. ده اسمه جهاد نقاوة القلب. صوروا مثلا حد يجي يعترف، يبقى عنده 60 سنة، وهو عنده 60 سنة يقول ايه؟ ده الحمد لله انه بيعترف بالخطية دي. ده ممكن تكون عنده وما بيعترفش بيها. يقول عارف يا ابونا انا من 25 سنة مش قادر انسى موقف لرئيس مباشر، كان رئيس قسم عندي في الشركة وعمل فيا حتة عملة واداني تقرير 6 وانا كنت استاهل 8 مثلا، انا بقول اي كلام. لغاية دلوقتي مش قادر انساها له. يا خبر ابيض، ده احنا طلعنا على المعاش، ده احنا قربنا بينا وبين الملكوت خطوة، لكن مش قادرين ننسى. هخش السما ازاي؟ محدش يضحك على نفسه. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعني. يبقى من غير نقاوة قلب مش هقدر أعين ربنا. يبقى أنا لازم أشتغل على نفسي وأتي بالملامة على نفسي. يعني أتي بالملامة على نفسي، أنا شاطر قوي أفتكر لك أنت غلطت فيا إيه، وأنسى أنا غلطت معاك في إيه، أو أعمل حاجة تانية أقول أنا غلطت بس خلي غلطتي قد إيه؟ قد كده، وغلطتك أنت قد إيه؟ تملى مقطف قد كده. ده فينا كلنا. الإنسان لازم يغتصب ملكوت السماوات. لازم أغصب نفسي على نقاوة القلب. لازم أغصب نفسي على الصلاة. أنا مش في كل وقت بقوم الصبح متحمس كده وفرحان إن هقعد مع ربنا. أوقات بحس إن تقيل، أوقات بحس إن مكسل. لازم اغصب نفسي، ولما هقف هتتفتح السكه. مش اوقات كده الواحد يقول لك ايه، مش عارف انا بقالي 3 4 ايام هبطان. لا، ما تستسلمش. لو استسلمت مش هيبقوا 3 4 ايام، هيبقوا 3 4 اشهر. الحق واضغط على نفسك. يبقى جهاد نقاوة القلب، الجهاد ضد طبعي، الجهاد ضد افكاري، الجهاد ضد مشاعري السلبيه اللي ناحيه الناس اللي حواليا. لغايه امتى؟ لغايه امتى؟ مستسهلين. يعني مثلا لو احنا خدنا قرار جهاد اهو، بنعمة ربنا السنة دي هنبطل نميمة، ينفع ناخد القرار ده؟ ينفع؟ كل واحد وضميره. لكن انا عايز اقول ايه؟
احنا ما بنغصبش نفسنا على حاجة، لأن أوقات بنحس إن الخطايا الطبيعية أو العادية دي مش محتاجة مننا جهاد. لأ، ما دام بنجيب سيرة الناس تبقى خطية. احنا قلنا كام حاجة لغاية دلوقتي؟ الحاجة الأولانية كانت إيه؟ التوبة. 2 التناول. 3 جهاد نقاوة القلب. جهاد نقاوة القلب. 4 وده رابع مفتاح يدخلنا السماء. المسيح قالوا: لأني كنت جعانا فلم تطعموني، وعطشت فلم تسقوني، وغريبا عريانا لم تكسوني، غريبا لم تزوروني، سجينا. وانتوا ماشيين بقى. دي معناها ايه؟ مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. رابع مفتاح حاجة اسمها أعمال الرحمة. إن الإنسان من جوه يكون رحيم على أخواته اللي هم أولاده. ما هو أولاده زي ما أنا ابنه ليه أولاد كتير، دول مين؟ أخواتي. أوقات كتيرة قوي الدنيا بقت فيها قسوة والرحمة قلت. يعني مرة واحد بيحكي لي بيقول لي إيه؟ بيقول لي إحنا ابتدينا نعتاد ان في امور كتيره صعبه في الحياه وما بقناش نحس. فانا ما كنتش فاهم يقصد ايه، فقلت له ازاي؟ قال لي: انا هقول لك حاجه. زمان لما كانت في مجاعه في افريقيا، ما كان من 20 سنه وما كانوش حتى لاقيين الميه، كانوا اوقات يجيبوا في اخبار كده بتيجي في التلفزيون اسمها احداث 24 ساعه، تيجي في التلفزيون بالليل، يعني على نص الليل كده. فكان يجيبوا الاطفال كده وشها عامل ملخبط كده وبطنه منفوخه وعظمه مسطور بالجلد، ما فيهوش لحم خالص، والاطفال دي بعد فتره بتموت ما بتعيش يعني. فبيقول احنا لما كنا بنشوف المناظر دي ونشوفهم ان هم بيحفروا في التربه عشان يطلعوا شويه ميه، كنا بنتقطع وما بعرفش ننام. عارف يا ابونا، مع الوقت بقينا نتفرج على الحاجات دي ونتاب ونخش ننام، بالرغم ان الالم لازال موجود، بس قلوبنا هي اللي اتطفت من مراحم ربنا. قلوبنا هي اللي اتطفت من مراحم ربنا. يعني عاوز اديكم كده كام حكايه افكركم يعني ايه حكايه الرحمه دي. بصوا يا جماعه، اي انسان رحيم هو ما عندوش فضل، ده هو مديون بمراحم ربنا عليه، فعشان كده لازم يكون رحيم مع مين؟ وهديكم المثل بتاع الراجل اللي كان مديون ب10,000 وزنة، وقلت لكم قبل كده 10,000 وزنة تساوي 14 طن فضة، ومش هيقدر يسدد. فلما جابوا لي وقالوا له لازم يبيع مراته وعياله، عيط. فالسيد الحنين قال: خلاص أنا هسيبك من الخطية دي. خرج لقى في واحد مديون له ب100 دينار. 100 دينار دي ما تجيبش نص وزنة من الوزنات اللي عليه. راح مسكه وحطه في السجن. فمين اللي اتضايق؟ صاحب 10,000 وزنة. قال له: بقى أنا سامحتك على 10,000 وزنة وأنت مش قادر تسامح أخوك على 100 دينار؟ هاتوه دخلوه حطوه في السجن وما يخرجش حتى يوفي الفلس الأخير. طب هو في واحد في السجن ده وهو بره ما كانش عارف يوفي، لما يخش هيوفي؟ يعني عمره ما هيخرج منين؟ يعني السجن هنا رمز للإيه؟ بعد عنكم الجحيم. طب ربنا عاوز يقول لنا إيه؟ عاوز يقول انت كل يوم بتقول ارحمنا، وبتقولها بالقبط جناينا، وبتقولها باليوناني اليسون، وبتقولها بالعربي كرياليسون، يوناني وعربي ارحمنا، مش كده؟ ويا رب ارحم. مفيش حد كنيسه في العالم بتقول يا رب ارحم وكرياليسون قد كنيستنا احنا والروم الارثوذكس لاجل الحق يعني. فاحنا قاعدين نقول ارحمنا، يقول لك انا ناوي ارحمك. انت بترحم اخوك؟ طب لما عرفت ان اخوك دوت، يعني ممكن جدا، انا اسف اقول حاجه، يكون عندي انا في بيتي مسطور وعندي مثلا 3 كيلو لحمه و5 فرخات، واعرف ان في واحد ما عندوش، وفي وسط ما هو بيتكلم بيقول لي ده احنا ما كلناش بروتين حيواني بقالنا شهر، الا تتحرك احشائي ان اطلع له على الاقل نص كيلو لحمه من بيتي وفرخه، ولا اقول اولادي اولى؟ هو ده اللي ربنا بيدور عليه.
اوعى تفتكر ربنا بيدور انك تدفع العشور وتبرر ذاتك امام الله انا دفعت العشور وخلاص. لا، ربنا بيقول عاوز قلب حنين. عارفين يعني قلب حنين؟ يعني كان في واحد اسمه السمير الصالح اليهودي، لما اتكسر واتضرب مر عليه الكاهن، بس الكاهن ما كانش عنده رحمة في قلبه، قال لك أنا عندي ذبيحة صباحية. ومر اللاوي عليه اللي هو الشماس الخادم، قال يا مش شغلتي، إذا كان الكاهن عدى وما عملش حاجة أنا أعمل ليه؟ وواحد لا من أصله ولا من فصله ولا من وطنه وفي عداوة، لما شافه نزل طيبه وحطه على الركوبة ووداه للفندق ودفع الأجرة، وقال للراجل لو اتكلف تاني من عينيا. هو ده المستوى اللي احنا بنوعظ بيه، بس هل هو ده المستوى اللي احنا عايشين بيه؟ أخشى ان انا اقول ان احنا عايشين رفاهية وفي ناس مش لاقية تاكل، والموضوع ده واجعني قوي اليومين دول قوي في اللي احنا فيه. صراخ صراخ، ناس مش عارفة لو دفعت دروس لعيالها ما تاكلش، ولو كلت عيالها ما تتعلمش. يعني البدائل بين بدائل صعبة. مش بتكلم على باقة انترنت غليت والناس بتقول يا الانترنت غلي، لا، انا بتكلم على مستوى يا هنتعلم يا هناكل، والموازنة صعبة قوي. والموازنة الثالثة يا هنتعلم يا نشتري دواء يا ناكل، مش عارفين. وفي مننا ناس عندهم كتير قوي في بيوتهم وعندهم كتير قوي في خزائنهم. فين الحنية؟ فين الحنية؟ لو في ناس في العيلة بتاعتي أنا عارفهم تعبانين، ده ربنا بيقول حاجة ما حدش فينا بيعملها، بيقولك ده أنت لو في بيتك رغيف واحد ومر عليك واحد محتاج، اقسم الرغيف بينك وبينه. هحكي لكم حكاية أختم بيها حنية أبونا ميخائيل إبراهيم. الحكاية دي مش لا أنا ولا أنتوا هنقدر نعملها في الزمن ده، يعني الزمن ده ما ينفعش نعمل فيه الحكاية دي عشان أكون واقعي وحد يقول يا أبونا أنت بتقول كلام ما ينفعش، بس خد روح الفكرة، خد الروح. أبونا ميخائيل في يوم من الأيام كان حد خبط عليه، عارفين الحكايه دي، قالوا له يا ابونا احنا رحنا لك الكنيسه ما لقيناكش، وكان بيته جنب الكنيسه زي مثلا بيوت الاباء الكهنه اللي في المنطقه هنا جنب الكنيسه. فهم خبطوا بعشم، قال لهم عاوزين ايه؟ قالوا له عاوزين نروح الصعيد ومعناش فلوس، احنا 3 رجاله وفلوسنا كلها خلصت في مصر. دخل، كانت التذكرة لغاية المنيا مثلا ساعتها في ذلك الزمان ب50 قرش، يعني درجة ثالثة 50 قرش، يعني ال3 جنيه ونص يكفوه. بس هو قال لهم لا، ده انتوا لازم تجيبوا أكل وشرب وإلى آخره. بس كل ده برضه يعني كان الجنيه زمان قيمته كبيرة أوي، بقول لك من لغاية المنيا 50 قرش، يعني 50 قرش التانية دي تأكلك أكل محترم، يعني سندوتش كفتة ب10 قروش، يعني عايز أقول إن كانت 50 قرش. فالمفروض يعني لو إداهم 3 جنيه إيه اللي يحصل؟ ده يبقى كريم قوي قوي، لان كانت في ناس بتشتغل ب3 جنيه في الشهر في الوقت ده. اللي كانوا بيشتغلوا في البيوت كانوا بياخدوا 3 جنيه في الشهر في الوقت ده، و2 جنيه كمان. ما علينا. خلاصة الكلام دخل ما لقاش غير 10 جنيه ورقة واحدة، فراح مطلع ال10 جنيه وقال لهم اصل ما فيش غيرها، وما دام ربنا ما سابش فكة جنبها يبقى عاوزكم تاخدوا ال10 جنيه دي. خدوا ال10 جنيه، نزلوا كلوا وشربوا، اعتقد قطعوا درجة تانية كمان مش درجة ثالثة بقى، ما هو الفلوس كترت يعني. مين راحت بقى بتقول له مين دول يا ابونا؟ مراته بتقول له انت عملت ايه؟ قال لها ولا حاجة، في ناس كانت محتاجة، فتحت الدولاب اللي انت حاطه الفلوس ما لقيتش غير 10 جنيه اديتها لهم، راحت عملت كده. قصدي 10 جنيه في البيت، و10 جنيه ده مبلغ كبير قوي قوي، يعني يمكن كان مرتب ابونا ما يجيبش ال10 جنيه، او هي ال10 جنيه ده مرتب شهر بحاله. 10 جنيه 10 جنيه. قال لها ما دام طلب ربنا ما نقدرش نقول له لا. ابنه بيحكي بقى انه عملوا ايه؟ نقعوا حلبة ونقعوا فول مدمس ونقعوا ترمس ونقعوا لوبيا، كل الحبوب اللي في البيت طلعوها ونقعوها،
ويقول لك احنا اول مره نروح المدرسه بسندوتش حلبه. عارفين الحلبه اللي هي كانت بتتباع عند الراجل في كواز زمان كده بتاع الترمس؟ ما تفتكروهاش انتوا، لا الجيل بتاعنا احنا يعرفها. ما تقوليش كده تطلعي عجوزه زي اوكي. المهم يعني كان كده في بتاع فخار كده كوز يقلبوه وتبقى الحلبه زي الحلبه اللي بيعملوها في الكريسماس دي تعرفيها؟ دي مزرعه، عارفاها دي؟ اوكي. فتتصوروا يحطوا الحلبه ويحطوا عليها شويه ملح وكمون، وده سندوتش ترمس يدقدقوه ويحطوه شويه اي حاجه. بيقول لك قعدنا طول الشهر ده في احلى حاله روحيه شفناها في حياتنا، بناكل سندوتشات غريبه بس اللي محدش كان يعرفه انه كانوا بيشموا بخور طول الشهر ده في بيتهم كل يوم. كأن ربنا بيقول له اللي انت عملته ده مع اولادي اللي كانوا محتاجين مش منسي عندي، وانا هدي لك فيض نعمه في بيتك، لا بكام ولا ازاي. ما نزلش لا 20 جنيه، لا قضوا الشهر من أسوأ ما يكون، بس البخور ما سابش البيت يوم واحد. شايفين الرحمة بتعمل ايه؟ على قد ما تقدر اعمل خير. مش بقول اي حد تصدقه، لان في ناس الحقيقة يعني بياخدوا فلوس وهم ناس مش أمنة، بس انا بتكلم على حاجة تاني. المحتاج الحقيقي ازاي انا انام متغطي ودفيان وهو عنده هلاهيل مش منع عنه البرد، وانا عندي بطانيتين سبير حاططهم في الدولاب او فوق الدولاب. ازاي؟ انا مش هتكلم اكتر من كده، انا بتكلم على السماء اللي مستنيانا، بس السماء ليها تمن وليها شروط.